بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمع راديو هيتس وحلقه جديده من ساعه كوره مع حازم. والنهارده طبعا يوم الاثنين، بنتكلم كل يوم اثنين وخميس معايا وبقيه الايام الاسبوع مع الكابتن سيف زاهر. النهارده طبعا هنتكلم عن ماتش امبارح. لا الناس كلها بتتكلم عن ماتش مصر والكونغو. نتائج الماتش، النتيجه طبعا رائعه بالنسبه لبدايه التصفيات كاس عالم. الف مبروك طبعا لمنتخبنا القومي، وواضح الحمد لله ان في يعني ابتدى الماتشات تجمع الناس حواليها زي زمان، ابتدت الناس تتفرج على ماتشات منتخب مصر. يمكن قبل المباراه دي كان في نوعا ما احساس بعدم وجود اهتمام بالمباراه بشكل كبير جدا، لكن امبارح اللعيبه، وده اللي كنت متوقعه، لو مصر كسبت هتلم الناس تاني حواليها، هتلم الناس تاني حوالين المباراه، هتلم الناس تاني حوالين منتخبنا القومي، وان شاء الله يبقى بدايه موسكو باذن الله وبدايه روسيا 2018 من امبارح، وثلاث نقاط يتربع الفراعنه على قمه الجدول للمجموعه. وطبعا تعادل غانا مع اوغندا في غانا، ودي كانت مفاجاه طبعا بجميع المقاييس، مفاجاه للناس اللي بتسمع نتائج بس، لكن اللي بتشوف هتلاقي ان دلوقتي في كره القدم وخاصه في افريقيا ما بقاش في كبير وصغير، ما بقاش في بلد ليها تاريخ وبلد مالهاش تاريخ، كل الحاجات متقاربه جدا. امبارح نيجيريا بتكسب زامبيا 2 في ملعبها، نتائج كتير جدا، هقول لكم النتائج بالظبط. الجزائر بتتعادل مع الكاميرون، ماتشات كتيره جدا جدا، واسامي فرق كتيره ممكن تكون مش بتاريخ كبير ولكن بتقدر تشتغل بشكل كويس. اوغندا يمكن اللي بتلعب معانا في المجموعه مع غانا عامله مباراه كويسه جدا. عايز اقول لكم ان منتخبنا القومي لسه واصل من ساعتين، يعني انا كنت طبعا مع البعثه، كنا المفروض نوصل الساعة 6 صباحا، وصلنا الساعة 11:30 صباحا، نظرا طبعا للحاجات الغريبة اللي بتحصل في افريقيا كالعادة. ولكن عايز اقول حاجة، يمكن السفرية ككل كانت رائعة بصراحة، التنظيم اكثر من رائع، وعايز احيي ايهاب لهيطة مدير الفريق بجد على ان كان كل حاجة مترتبة، مسافر قبليها، مظبط الاوتيل، شايف الملعب عمل ازاي، الامور محضر ورقة بإدارة الحرارة عاملة ازاي، مش سايب حاجة بصراحة ايهاب لهيطة في الموضوع ده. فالإقامة و الاجواء كلها كانت بصراحه رائعه، الاوتيل 5 ستارز، الاكل كويس جدا، ما كانش فيه اي شكوى من اللعيبه خالص ل يعني بالنسبه لافريقيا والكلام احنا عارفينه. الملعب يعني تلعب في فرنسا او في المانيا ملعب حلو جدا جدا جدا، استاد رائع بشكل كبير جدا. سبحان الله، يعني الماتش التمرين اللي يوم قبل الماتش بيوم كان الجو حر جدا وكانت رطوبه عاليه جدا. سبحان الله يوم المباراه صباحا منذ الصباح يعني لغايه بالليل كان مطر، اول ما صحينا كان مطر والدنيا مغيمه، مفيش شمس خالص، مطرت، وقبل الماتش بساعتين راح المطر وقف وفضلت الغيامه دي او الغيمه دي على الاستاد، فكان الجو حلو جدا، كان جو كوره، الجو كان بشكل كبير جدا بيساعد اللعيبه على انها تشتغل بشكل كويس. يمكن طبعا في ناس هتقول الفرقه وحشه، الفرقه كويسه، الدفاع وحش، الدفاع كويس، ولكن بجميع الاحوال اهم حاجه في كره القدم هي نقاط المباراه. 3 نقاط مهمين جدا. احنا لعبنا كتير كويس وخسرنا وما وصلناش كاس عالم من سنه 90، ولعبنا ساعات كتير كويس وما وصلناش افريقيا بقى لنا 3 سنين او 3 بطولات، يعني 6 سنين. انا شايف اللي بيعمله الراجل ده بجميع المقاييس حاجه يجب على الناس انها تقف وراه. طبعا كل واحد له وجهه نظر، وطبعا كره القدم بالذات كلنا لينا وجهات نظر، يعني انا لو قاعدين اهو في اربعه مع بعض في اوضه، ما اعتقدش ان احنا ممكن نتفق على تشكيل واحد لمنتخب مصر، كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر. ولكن الحاجه اللي انا عايز اقولها وهو ان في ناس شايفه ان المنتخب وحش جدا، وشايفه ان الفرقه ايه ده، وفرقه باصي صلاح والحاجات اللي احنا بنسمعها الغريبه دي. مفيش حد بيشتغل بالشكل اللي انت شايفه، ان هو يجي يطلع بطوله افريقيا مركز اول على نيجيريا، اللي ما اعرفش لو الناس بتتابع تشوف ماتش نيجيريا امبارح مع زامبيا بتلعب خارج ملعبها، وهتشوفوا نيجيريا دي في المجموعه، طبعا في مجموعه قويه جدا مع اعتقد مع الجزائر وكوت ديفوار. هتشوفوا نيجيريا دي هتبقى عامله ازاي، فرقه قويه جدا، وهي اساسا فرقه طبعا قويه وطلعت كاس عام 2014. لكن لما كسبناها احنا كان ده عادي، ايه المشكله ما نكسب؟ لكن لو تفتكروا قبل ما نوصل كله قال لك نيجيريا احسن بكتير من مصر، ومصر صعب قوي انها تكسب نيجيريا. كسبنا نيجيريا ولكن لسه الكلام، اصل امبارح اللعيبه مش عارف ايه، الدفاع ما كانش كويس، اصل مش عارف كان مين لازم يلعب. اتمنى من المصريين كلهم ان احنا النتائج بتتكلم بشكل كبير. عايز افكركم ان البرتغال في بطوله اوروبا ما كانتش احسن فرقه بتلعب كوره، وما لعبتش كوره خالص على فكره، يعني اللي يفتكر بطوله اوروبا ما اعتقدش ان البرتغال لعبت كوره جميله، ولكن كسبت البطوله في الاخر من فرنسا اللي لعبت احسن، من اسبانيا اللي لعبت احسن. خلينا نروح لواحد من ابطال المباراه امبارح، واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا في مصر، والمحترف طبعا في نادي بازل، كابتن عمر جابر. مساء الخير يا كابتن عمر.
مساء النور يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن حازم، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامه. نمت لك ولا لسه ما لحقتش؟ والله يا كابتن انا نمت في الطيارة بصراحة. طب يعني انت من ساعه ما طلعت من الطياره صح يعني؟ اه يا كويس كابتن والله. انا جيت نمت شويه، خدت لي ساعه كده. عامل ايه؟ طمنا عليك وقول الحمد لي لله يا رايك كابتن. في الماتش امبارح، وشايفه ازاي، وشايف البدايه ازاي يا كابتن عمر؟ والله يا كابتن يعني ماتش كان مهم جدا طبعا، زي ما حضرتك عارف، زي ما الناس كلها عارفة، كانت البداية مهمة جدا ان احنا ناخد 3 نقط. كمان ماتش غانا واوغندا كنا طبعا يعني برضو خدمنا بشكل كبير جدا نتيجة امم التعادل للفريقين لعبوا قبلنا بيوم. امم فبرضه يا كابتن اديتنا شوية حافز، واديتنا شوية ثقة اللي احنا لازم اول ماتش يبقى بره ارضنا وناخد 3 نقط، فتبقى حاجه كويسه جدا لينا وتدينا دفعه وتدينا ثقه كمان في الماتشات اللي جايه. الماتش الجاي عندنا ان شاء الله جاينا كابتن في مصر برضو باذن الله يبقى 6 نقط، يعني نبقى برضو يعني خطوه كويسه جدا ان شاء الله للكاس العالم. امم فانا شايف الحمد لله يعني اللعيبه كانت رجاله. الفرق الكبيره يا كابتن لما تبقى خارج ارضها وتبقى مثلا خسرانه 1-0 وتتعادل وتكسب، صح. انا شايف ان دي سمه الفرق الكبيره. صح. ما بنركزش يا كابتن مع اي حد بيتكلم بطريقه مش كويسه في المنتخب، يعني متعودين خلاص. امم كابتن ميدو قال كلمه كانت كويسه جدا بصراحه امبارح، قال لك 90 مليون محلل. صح. بتسمعوا الحاجات دي يا عمر؟ يعني انتوا بعد الماتش بتقروا بقى الكومنتس بتاعت الناس ومين عاجبه ومين مش عاجبه، يعني بتشوفوا والله يا الكلام ده؟ كابتن انا كنت زمان بقرا بصراحه الحاجات دي، وكانت ممكن تفرق شويه معايا، بس بقالي يعني بالظبط ممكن داخل على سنتين ما مركز بس في شغل يا كابتن وبركز في كلام الجهاز الفني وببقى مع اللعيبه. يعني حتى كذا لعيب بقى يعمل كده يعني برضو. يعني في كذا حد بدون ذكر اسماء برضو بقى يعمل كده. بيبقى كابتن برضو مصلحتنا ان احنا برضو نفرح الناس. صح. ومصلحتنا طب برضو. قول لي عمر، امبارح اول ما دخل فينا الجون مثلا كان ايه احساسك كلاعب في الملعب؟ كنت حاسس انك هترجع تاني، ولا حسيت الماتش صعب، ولا يعني حسيت ازاي الامور وهي ماشيه 1-0 الكونغو؟ والله يا كابتن هو قبل الجون كمان، قبل ما هم يجيبوا الجون، انا شايف ان احنا برضو رحنا بكذا هجمه، ضيعنا كام فرصه برضو، كنا قريبين ان احنا برضو نجيب جون. طبعا لما يجي جون بره ارضنا، وزي ما حضرتك كابتن شفت برضو الجو ما كانش، يعني الجو كان صعب شويه، كانت الرطوبه عاليه سنه. فطبعا برضو الجون دي فينا همدنا شويه، ممكن الثقه قلت عند بعض اللعيبه، بس زي ما قلت لحضرتك كابتن برضو ان احنا نرجع. الجون برضو جون التعادل بتاع صلاح فرق معانا جدا، ان احنا نخرج بين الشوطين 1-1 دي فرقت معانا جدا، غير لما ننزل الشوط الاول ندور على التعادل وبعد كده ندور على الفوز. لا احنا الحمد لله خلصنا الشوط الاول 1-1. وكنا يعني احنا كابتن بصراحه كنا حضرتك برضو كنت معانا، كنا رايحين وعينين على المكسب. يعني من موضوع التعادل كده الكلام ده؟ لا خالص خالص. فالحمد لله يعني قدرنا، انا شايف الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله، وقدرنا يعني نعمل نتيجه كويسه جدا الحمد لله. حاسس ان الموضوع سهل، يعني الموضوع قريب شويه، ولا لسه الامور صعبه لسه، او لسه الامور بعيده شويه عن ان احنا نفرح وننبسط بالكاس العالم والكلام ده؟ والله يا كابتن انا متفائل، يعني انا متفائل جدا ان شاء الله. يعني الجيل ده برضه يا كابتن، يعني رحنا يعني بطولة افريقيا، طبعا دي مش انجاز ولا حاجه، بس برضه كان بقالنا 3 بطولات ما بنروحش. صح. فان احنا الحمد لله نتاهل دي برضه تتحسب للجيل ده طبعا. فباذن الله ان شاء الله الجيل ده يا كابتن قادر اللي هو يروح كاس العالم باذن الله ان شاء الله. حضرتك برضه اتكلمت معايا، قلت المنتخب بقى منظم جدا يا كابتن، يعني صح. ما كناش برضه، كان حته التنظيم دي ما كانتش موجوده. الراجل برضه عنده حته في الموضوع ده، يعني التنظيم بالنسبه له مهم جدا عمر في الملعب. والله يا كابتن مستر كوبر يعني مستر كوبر يعني هي المدربين يا كابتن، يعني برضه لما رحت اوروبا وكده طلع التنظيم طبعا دي اهم حاجه طلعت في الكوره. طبعا برضه المهارات الفرديه بتفرق طبعا من في الفرق الكبيره زي مثلا ميسي في برشلونه او كريستيانو في ريال مدريد، المهارات الفرديه بتفرق، بس اهم حاجه يكون التنظيم كويس. واحنا الحمد لله عندنا يعني مهارات فرديه، سواء اللعيبه اللي بتلعب او اللي بره او حتى اللي مش في المنتخب، يعني اللعيبه المصريه الكواليتي بتاعتهم عاليه جدا يا كابتن. صح. طب كلمنا بقى على بازل شويه، عشان انتوا برضه ما شفناكش والناس ما وحش. عمر جابر مبسوط في بازل، الاحتراف شايفه ازاي يا كابتن عمر؟ لعبت كام ماتش دلوقتي في الاسبوع؟ يعني احنا في الاسبوع كام في الدوري السويسري؟ اعتقد لعبت معظم الماتشات. تشامبيونز ليج اخبارها ايه؟ يعني قول لي كده على بازل وفتره الاحتراف. انت بقالك حوالي 3-4 شهور دلوقتي محترف. بالظبط يا كابتن، الحمد لله يعني مبسوط جدا معاهم. الحمد لله النادي محترم جدا وناس محترمه، المدرب الحمد لله بيتكلم معايا بشكل كويس. يعني يمكن يا كابتن لعبت انا 8 ماتشات من 13 ماتش ما شاء الله. فالحمد لله يعني طبعا. عدد كويس جدا. في ماتشات لعبتها باك ليفت، اعتقد شفت لك ماتشين كده لعبت باك ليفت تقريبا.
لعبت يا كابتن ماتش في الكاس باك ليفت، ماتشين في الدوري باك ليفت. هو مكان غريب عليا شويه، بس انا برضو متعود يا كابتن العب في كذا مركز يعني، حتى لما كنت في الزمالك وكده. فالحمد لله يعني المدرب يا كابتن لما مثلا بيلعبني حتى في مكان مش في مكاني، فبرضه دي تحسسني بس ده بيثق فيك يعني، دي حاجه برضه مهمه جدا. هو الراجل يعني عايز يلعبني. حتى قبل كده لعبنا في ماتش في الدوري 5، كنا بنلعب ب5 ورا. 5 لعبت ناحيه لعبت ناحيه اليمين برضه، يعني يعتبر خامس في يعني تالت في نص الملعب او خامس يعتبر في الحته الدفاعيه. فالحمد لله يعني المدرب بيتكلم معايا بشكل كويس. انا شايف برضو الحمد لله يا كابتن يعني البدايه بتاعتي الحمد لله كانت كويسه. انا قلت ممكن اخد فتره عشان اتاقلم وهبقى بعيد اخش واحده واحده، بس الحمد لله انا شايف ان انا الحمد لله رب العالمين يعني ماشي بشكل كويس الحمد لله. واتمنى ان شاء الله ان انا استمر باذن الله. تشامبيونز ليج لعبت شويه في تشامبيونز ليج ولا لسه عمر؟ والله يا كابتن لا، لعبنا ماتشين. ماتش كان على ارضنا مع لودوجور، تعادلت 1-1. تعادلنا 1-1، وفي ارسنال كان خسرنا 2-0 بره ارضنا. كنت احتياطي ما لعبتش الماتشين دول. بس هو يعني ان شاء الله هتلعب باذن الله. لسه فاضل لك 4 ماتشات ان شاء الله باذن الله. طب عمر مش هقدر انهي معاك برضو قبل ما اكلمك على الزمالك. اكيد يعني انت كنت كابتن نادي الزمالك وابن نادي الزمالك، والزمالك عنده ماتش مهم جدا جدا جدا، يعني يمكن اهم ماتش في تاريخ المعاصر لنادي الزمالك، يعني من 14 سنه ما فيش فاينل بالزبط. وبيوصل لفاينل افريقيا. شايف ازاي الزمالك وشايف فرص الزمالك في الماتش ازاي؟ والله يا كابتن انا قلت الكلام ده بعد الماتش امبارح برضه في مداخله، بس هقوله تاني يعني. برضه انا شايف ان الجيل برضه بتاع نادي الزمالك الحالي يعتبر عمل انجاز يا كابتن بقايمه 14 لعيب يوصل فاينل بطوله افريقيا. فدي حاجه برضه تحسب لهم يا كابتن، يعني تحسب للجهاز الفني طبعا وللنادي كله مجلس الاداره واللعيبه ان هم 14 لعيب يوصلوا فاينل. فانا شايف ان هم عملوا طبعا حاجه كويسه جدا، وان شاء الله قادرين ان هم باذن الله ياخدوا البطوله. ماتش طبعا يا كابتن ماتش يعني مش سهل، يعني هم لعبوا برضو الفرقه دي في سان داونز، لعبوهم في دوري مجموعات. بس طبعا دوري المجموعات يختلف عن الفاينل طبعا تماما. صح. اللعيبه طبعا مركزه بشكل كبير، يعني حتى بعد ماتش امبارح المنتخب طبعا كلنا فرحنا. بس اللعيبه طبعا يعني كنا قاعدين نتكلم مع بعض وكده، هم خلاص مركزين في الفاينل بشكل كبير، وان شاء الله مسافرين بكره جنوب افريقيا. فربنا معاهم يا كابتن باذن الله يعملوا نتيجه ايجابيه الماتش الاولاني عشان يستريحوا في الماتش العوده باذن الله ان شاء الله. لكن ازاي قادر على 14 لعيب نكسب البطوله يا عمر فنيا يعني؟ والله يا كابتن هو يعني وصلوا فاينل، يعني قادرين يعملوا اي حاجه باذن الله ان شاء الله. تتفرج على الماتش ده ولا يكون عندك ماتش يوم السبت اهو؟ لا يا كابتن كده بتفرج ما بفوتش. انت عندك ماتش يوم السبت ولا حد؟ ماتش ان شاء الله يا كابتن يوم 15 يا كابتن، مش عارف والله سبت ولا حد. السبت مع الزمالك، السبت يوم 15 برضه. بس متهيألي ماتش الزمالك اتفرج عليه برضه ان شاء الله باذن الله. لا اتفرج كده يا كابتن ان شاء الله حبيبي. بشكرك يا عمر، شكرا جزيلا. كابتن عمر جابر طبعا نجم منتخبنا القومي، شكرا جزيلا والف مبروك، وتوصل بالسلامه دايما منور ومشرف مصر باذن الله. عمر اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا جدا. كان معانا كابتن عمر جابر، ومداخله مهمه طبعا على مباراه امبارح، مباراه مصر والكونغو، وفوز مصر على الكونغو في اولى مباراه تصفيات كاس العالم. يا رب دايما يا رب دايما مكسب، يا رب دايما الناس تفضل ورا المنتخب، هو هدفنا القادم روسيا ان شاء الله 2018. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني، وعلى راديو هيتس مسجات 8802 وعلى تليفوناتكم 383536961. بنتكلم طبعا على ماتش امبارح مصر والكونغو، ماتش مهم جدا، والحمد لله بدايه يعني ولا احلى ولا احسن ان انت تبتدي بره ملعبك بفوز مهم جدا. واللي عاجبني في الفوز انه كنت خسران 1 وبترجع ب2، ودي من الماتشات القليله جدا اللي بيكون خسران بره ملعبك وتطلع ب2-1 وبتضيع 4-5 تجوان. حاجه كتير كويسه، اللي يعني بيشوف نص الكوبايه المليان هيلاقيها كويسه، واللي دايما يعني متشائم وشايف دايما نص الكوبايه فاضي هيلاقي يقول لك اصل الدفاع المشاكل، الراجل دايما هنلاقي مشاكل. اي فرقه كوره في العالم على فكره عندها مشاكل، ولكن دايما احنا في ناس بتبص على نص الكوبايه الفاضي وفي ناس بتبص على نص الكوبايه المليانه. انا معايا واحد من اللي شايفين دايما الكوبايه مليانه، واحد دايما متفائل وجميل، وكان امبارح بيحلل الماتش، ودايما واحد من احسن واقوى المحللين العرب طبعا كابتن ميدو. مساء الخير يا كابتن ميدو. احمد حسام طبعا. ازيك يا وحش؟ الحمد لله على السلامه. مساء الخير يا كابتن حازم، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ميدو، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. انت كمان اخبارك ايه؟ احنا في الطيارات طايرين مع بعض احنا الاثنين، عامل ايه؟ طمنا عليك. الف مبروك امبارح والف مبروك على البرنامج، وان شاء الله من نجاح لنجاح. حبيبي يا ميدو ربنا يخليك.
طمني يعني امبارح كنت انت بتحلل المباراه وعلى فكره الناس كلها واحنا في هناك سمعوا يعني او عرفوا انت بتتكلم بتقول ايه، وان انت كنت بتشيد بشكل كبير باداء المنتخب، وحتى لو في اخطاء فانت كنت يعني بتقولها بشكل حلو، يعني في اطار ان هو يعني انتقاد يعني كويس. في ناس بتنقد لمجرد النقد، لكن انت كنت كلامك كله امبارح بصراحه مفيد جدا جدا، بتدي بوش للعيبه وللجهاز بشكل كبير. انت شايف الماتش ازاي يا كابتن ميدو؟ انت واحد من اهم المحللين العرب في العالم العربي كله، ليس في مصر فقط. شفت الماتش ازاي امبارح؟ والله انا شفت ان احنا بدانا الماتش بريتم كويس جدا. ورغم ان احنا كنا بنلعب بره ملعبنا، الا اول ثلث ساعه قبل الهدف كنا ماسكين كوره، وكنا احنا اللي مسيطرين على الماتش. الجول اللي دخل فينا طبعا جاي من خطأ في تمركز اللعيبه في الكرات العرضيه والتغطيه العكسيه. لكن اللي عجبني جدا ان فريق منتخب مصر اظهر شخصيه قويه جدا بعد ما استقبل هدف، وده شيء مش سهل. يعني ان انت تلعب بره ملعبك واول مباراه في التصفيات وتستقبل هدف وترجع تمسك الماتش تاني وتتحكم في الماتش تاني وتضيع فرصه واثنين وثلاثه لغايه ما تجيب جول قبل نهايه الشوط الاول. ده محتاج فرقه عندها شخصيه قويه جدا، ومحتاجه مدرب ذكي، ومحتاجه لعيبه عندها اصرار، ومحتاج حاجات كتيره جدا طبعا انت عارفها كويس. فده اللي عجبني امبارح في الماتش. وعلى فكره اول لما الجول بتاع محمد صلاح دخل، وحتى قبليها انا ما كانش عندي اي شك ان احنا هنكسب، لانه واضح ان فرقه مصر منظمه، واضح ان في ادوار اللعيبه واخداها وبتنفذها بشكل جيد جدا. وصحيح عندنا الاخطاء دي يعني انا كنت متوقعها قبل الماتش بسبب الضغط اللي موجود على اللعيبه، ضغط كبير جدا. ان صحيح احنا بنقول مالناش دعوه بنتائج حد وكل الكلام ده، لكن طبيعي ان اللعيبه بتفكر في نتائج الفرقه الثانيه والجهاز وكله. فتعادل غانا واوغندا حط ضغط على اللعيبه كبير جدا. كمان ان انت تستقبل هدف وترجع تاني للماتش وتأدي بالشكل اللي انت اديت بيه الشوط الثاني، باستثناء طبعا اول 10 دقائق في الشوط الثاني. فده انا شايف ان ده كان شيء مش موجود عندنا قبل كده. انا مبسوط جدا ان كوبر اضاف للفرقه دي ان هي بقى اللعيبه عندها وعي تكتيكي، صح. ودي كانت حاجه ناقصانا يعني بشكل كبير جدا، واللعيبه كلها. اتفضل. لا ويمكن زي ما بقول لك لما كنا بنحلل مع بعض ماتشين نيجيريا اتكلمنا في الموضوع ده، وانه لعب تكتيكيا يمكن فنيا او يعني جماليا الناس مش عاجبها الاداء الجمالي يا ميدو، لكن دايما تكتيكيا بتلاقي راجل بيوصل اللي هو عايزه. ما هو اصل الناس برضو لازم تفهم يا كابتن حازم ان انت النهارده عشان تلعب كره جماليه وتلعب كره هجوميه لازم يكون عندك الادوات اللي تقدر تنفذ لك الكلام ده، صح. النهارده منتخبنا لو لعب مفتوح بباك رايت وباك ليفت بيزيد وواحد من الاثنين لعيبه نص الملعب على طول طاير وكل ده معناه ان انت لازم تفتح على الاثنين اللي بيلعبوا عندك ورا. الاثنين اللي بيلعبوا عندك ورا في قلب الدفاع، لو فتحت عليهم وفتحت مساحات وحطيتهم في مواقف سرعات وناس بتجري في ظهرهم وناس بتيجي عليهم بالكره بسرعات هيبان عيوبهم. فانا شايف ان كوبر ذكي جدا في ان هو بيداري عيوب اللعيبه اللي موجوده عنده باسلوب اللعب اللي هو بيلعب بيه، وده ذكاء المدرب ان هو لازم يبقى واقعي، صح. النهارده هو عارف ان الفرقه دي ما ينفعش ان هو يلعب الا بالشكل ده. على فكره حتى لو بتلعب مع فرقه صغيره الموضوع ملوش دعوه انت بتلعب غانا ولا نيجيريا ولا بتلعب الكونغو ولا بتاع، ده خلاص بقى اسلوب لعب منتخب مصر في الظروف اللي احنا فيها، صح. فانا الحقيقه كنت مستغرب بشكل كبير جدا ان ازاي راجل قبل المباراه، يعني مش بعد المباراه، ازاي راجل يكون يجي وينجح في وصول مصر لكاس افريقيا بعد غياب ثلاث بطولات، ورغم ذلك يفضل يتعرض لانتقادات. يعني انا بالنسبه لي كان لغز كبير جدا عشان خاطر اتغلبنا ماتش ودي او ماتش في الماتشات الوديه ما اديناش بشكل جيد. طب هو الراجل ممكن عادي جدا ساعه الماتشات الوديه دي يقول لك انا مش هلعب. يعني ممكن مدرب يقول خلاص طالما في انتقادات وكده انا مش هلعب. نمره 2 ما ينفعش ان كل لعيب ما يتمش اختياره في منتخب مصر، صح. يبقى عنده رد فعل، غير ان كمان ان اللعيب يبقى عنده رد فعل، يبقى النادي بتاعه عنده رد فعل والادوات بتاعت النادي بتاعته عندها رد فعل. عمر ما الراجل هيعرف يعني يرضي الناس كلها. هو الراجل ليه اسلوب لعب زي ما كنت بتكلم امبارح، وليه فلسفه معينه. الفلسفه دي هو بيختار اللعيبه اللي تنفذ له فلسفته، زي ما احنا بنشوف في اوروبا مثلا على سبيل المثال سيميوني بيختار اللعيبه اللي بيتعاقد معاها اللي بتنفذ له فلسفته. يعني كل مدرب عنده فلسفه معينه وبيختار اللعيبه اللي تنفذ له فلسفته، ونفس الكلام بالنسبه لكوبر. وبعدين ميدو دلوقتي برضه لما كنت لسه بتكلم
يعني لما تيجي تبص على الفرق الكبيره دلوقتي، مش تقعد تلعب مفتوح على طول، بالعكس دلوقتي الفرق اللي الناس تقعد بتقول على سيميوني زي ما انت بتتكلم ده مدرب رائع، مع انه هو اساسا الشغل الدفاعي والتنظيم الدفاعي هو اساس شغله، وانك انت بعد كده بتجيب جول، لك المهم ما يخش فيك جون. لما تيجي تبص على البرتغال، سانتوس مع البرتغال المنتخب البرتغالي ما لعبوش كوره جميله، ولكن لعبوا كوره منظمه. بس المشكله لما الناس تتفرج عليها بره في اوروبا يقول لك الله ايه ده، بص المدرب بيعمل ازاي والشغل التكتيكي. لما بتلعب بمصر كده يقول لك لا انت لعب عقيم والدفاع والنص ومع المنتخب باصي صلاح والكلام ده كله. بتشوف ازاي الموضوع ده؟ والله انا شايف كابتن حازم ان لازم جه الوقت اللي لازم الناس تنسى مصالحها الشخصيه، وجه الوقت اللي لازم الناس تبقى بتشغل على حلم واحد وهو صعود مصر كاس العالم. ما ينفعش بلد بقدرات مصر والامكانيات البشريه اللي موجوده عندنا والانديه اللي موجوده عندنا واللعيبه اللي موجوده عندنا تبقى 26 سنه واكثر 30 سنه مش موجوده في كاس العالم. ده مش هيحصل الا لما يكون حلم وصول المونديال هو حلم كل مصري. وده لازم الساده الاعلاميين والمدربين اللي بيطلعوا يحللوا وكل الناس اللي موجوده لازم يبقى كلامهم ايجابي عن المنتخب. يعني انا زعلت جدا ان طلع خبر قبل مباراه الكونغو بتاع 4-5 ايام ان في تفاوض مع مدرب تاني. وللاسف جرايد كبيره هي اللي كاتبه الكلام ده. زعلت جدا والله يا ميدو. انا طلعت اتكلمت في كل مكان قلت يا جماعه الكلام ده يعني ما ينفعش، يعني ازاي الراجل عامل كل حاجه ووصل لافريقيا وعامل شكل كويس، ايه الداعي وايه السبب وايه اللي تكتب ليه دلوقتي في الكلام ده في وقت قبل الماتش بس بيومين ثلاثه؟ يعني حاجات برضو مش لاقي لها يعني مش لاقي لها مش منطق انها تتكلم فيها بصراحه. يعني هو انا منطقه بالنسبه لي يا كابتن حازم ان دايما اي مدرب بيبقى ماسك مكان كبير بيبقى فيه 2-3 مدربين بيحلموا بالمكان ده، وبناء عليه بيبتدوا يشغلوا ادواتهم ان هم في حاله الخساره ان هم يبقوا دايما هم المرشحين الاولانيين او بيبقوا بيرموا ارضيه قبل المباراه. النهارده لازم جمهورنا يبقى ذكي ويبقى فاهم الكلام ده، ولازم جمهورنا هو اللي ما يقبلش الكلام ده قبل اتحاد الكوره وقبل المسؤولين. لازم الجمهور نفسه ما يقبلش الكلام ده. مفيش بلد في الدنيا ابدا متحضره يجي النهارده او بلد متقدمه في الكوره او في اي مجال النهارده قبل ما منتخبنا يكون داخل في بدايه حلم التصفيات وقبليها ب3-4 ايام تطلع اخبار عن التعاقد مع مدرب تاني. هيمشي لو خسرت هتمشي، لو خسر هيمشي. فالكلام ده غير مقبول ولازم كلنا نتصدى له، احنا نفسنا نتصدى له والمسؤولين يتصدوا له وكل الناس يتصدوا له. انا متفائل بشكل كبير جدا. الحمد لله ان انا اشادتي بكوبر كانت قبل المباراه مش بعدها. صح. يعني قبل المباراه ب3-4 ايام و5 ايام. انا وده اللي بيخليك انت واحد من افضل المحللين، اللي هو المحلل مش هو اللي بيقول بس ايه المباراه، لا هو اللي بيبقى دايما عنده رؤيه بشكل كويس، بيبقى شايف الدنيا ماشيه ازاي، بيتوقع او بيتخيل اللعبه هيبقى عامل ازاي. عشان كده يا ميدو انت من الناس اللي الناس تحب تسمع لك وتحب تتفرج عليك. ربنا يخليك. طيب طمنا عليك تاني، يعني عندك حاجه تانية بتعملها دلوقتي كمستشار لنادي ليرس؟ طمنا على ليرس، اخباره ايه؟ احنا طبعا ليرس الحمد لله ماشيين بخطه ثابته للعوده للدوري الدرجه الاولى مره ثانيه. السنه دي كونا فريق قوي جدا وماشيين اول الحمد لله. كسبنا ماتش الديربي امبارح كنا بنلعب انفورد وكسبنا 2-0 ورجعنا تاني بقينا اول. فان شاء الله ليرس يكون موجود يعني في الدرجه الاولى السنه الجايه. انت دلوقتي مستشار فني لنادي ليرس ووادي دجله. ووادي دجله الاثنين. ليرس ووادي دجله وان شاء الله بكره مسافرين مع السيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. بعد بكره اسف كينيا. مسافرين نفتتح فرع النادي وادي دجله في كينيا. وفي يعني توسع كبير جدا بالنسبه لوادي دجله. لكن الاهم بالنسبه لي على المستوى الشخصي ان انا باخد خبرات كبيره جدا من خلال تواجدي في ليرس بالذات. لان انا قريب جدا من المدرب هناك ومن الشغل ومن الدوري وده رجعني للفيلد في اوروبا اكتر من الناحيه الفنيه. باذن الله يعني بنسبه كبيره جدا. يعني انا تميت اتفاق بنسبه 80% مع احد الانديه للعوده للتدريب مره اخرى في الموسم القادم. انا لسه هتكلم في كده، يعني حلم التدريب انا عارف يعني حاجتك اللي تحبها واللي بتلاقي نفسك فيها هو التدريب. هترجع تاني مدرب يا ميدو، مدير فني قريب السنه الجايه؟ بنسبه يعني 80% زي ما بقول لك. مصر ولا بره؟ لسه يعني ما اقدرش ان انا احدد دلوقتي، لكن في اتفاق بنسبه 80% ان شاء الله من اول الموسم الجديد هرجع للتدريب مره ثانيه باذن الله.
تنور يا ميدو ودايما متالق ان شاء الله باذن الله. انا افتكرك في التحليل لكن دايما حبيبي. السلام عليكم. المره الجايه معانا بقى ان شاء الله. سلام. اشكرك كابتن ميدو. كابتن احمد حسامي طبعا نجم مصر يعني المحترف العالمي، دايما بنقول دايما اسمه العالمي. زي ما قلت يمكن عايز اقول لكم حاجه على كوبر، ان الراجل ده من الناس المنظمه جدا جدا جدا، بيشتغل بشكل كويس جدا. زي ما قال ميدو لازم تشتغل على قدراتك، على قدرات فرقتك، ما تبقاش مبسوط بكلام الناس ده احسن لعيب في مصر وده احسن لعيب في مش عارف فين، وتقعد تزيط مع الزيطه زي ما احنا بنزيط دايما، وتروح تلعب بشكل وتفتح الملعب على نفسك، او لما يخش فيك جون تغير التكتكس وتلعب بشكل مفتوح. فده يعني شفناه في ماتش نيجيريا، دخل فينا جون الراجل قاعد محافظ على السيستم بتاعه وجاب جون وتعادل، اللي كان ماتش نيجيريا هناك. امبارح نفس الكلام، دخل فيه جون مفيش حاجه اتغيرت، ما خلاش مثلا ما عملش تغيير، راح مطلع حد ونزل حد هجومي، ما لعبش 2 راس حربه، ما لعبش بواحد جنب عبد الله السعيد، مشي بنفس السيستم والصبر والتماسك، ويلعب زي كورتك زي ما انت، راح جايب جون وجاب الثاني وضيع 3-4. فهي مدارس، كل واحد ليه مدرسه. في ناس بتشوف لا انا عايز العب وافتح كوره والعب كوره، ممكن، لكن هل ده هو الوقت المناسب؟ هل ده المنتخب اللي يفتح ويلعب ماتش مفتوح من اول ماتش لغايه اخر ماتش؟ هل اللعيبه عندك خبرات بالشكل ده؟ انت بقالك 6 سنين ما بتوصلش افريقيا، هل انت تقدر تعمل الكلام ده على ماتش غانا وماتش الكونغو بره ولا ما عندكش؟ هي دي بقى الموضوع اللي انا دايما بقول عليه، المدرب هو اللي اعلم مني ومنك، لان هو اللي بيشوفهم في التمرين، وهو اللي بيشوفهم في الماتشات، وهو اللي بيشوفهم معاه، وهو اللي عارف اخطاء كل واحد فيهم، لان هو ده شغله. انت بتتفرج عليه 90 دقيقه كمشاهد ومشجع وما بتركزش في كل التفاصيل، لكن هو بيشوف التفاصيل وبيتكلم عليها بشكل كويس. طيب خلينا دايما ناخد مع رسائلكم على 8802 وعلى تليفونات اللي عايز يخش معانا 3835 معانا عبد الله من القاهره. مساء الخير عبد الله. ازيك يا كابتن حازم؟ ازيك يا عبد الله، عامل ايه؟ الف مبروك يا كابتن حازم. الله يبارك فيك يا عبد الله، ربنا يخليك يا حبيبي. كان حلو على المنتخب. الحمد لله يا رب دايما ان شاء الله. شفت رايك ايه في الماتش امبارح؟ عقبال الزمالك يا كابتن. يا رب ان شاء الله باذن الله. قول لي. لا الماتش كان حلو والله. مين؟ حامد ومحمد صلاح وعبد الله كلهم كانوا حلوين بيه. طب كويس والله. واهم حاجه ان احنا خدنا ال3 نقط. صح كده، اهم حاجه 3 نقط. الاداء ان شاء الله يتحسن فيما بعد لما ياخدوا على ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انت زملكاوي يا عبد الله، شكلك عايز تتكلم على الزمالك. زملكاوي، انا كل مره بكلمك لما كان معايا عبد الله، انت فاتح علينا انت على طول يا عبد الله ما شاء الله. على طول يا كابتن. عبد الله بياض عشان دلوقتي تعرف. عبد الله بياض ماشي. شايف ماتش جاي كويس ان شاء الله الزمالك؟ ان شاء الله متفائلين خير، وان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله. مين يعني؟ ما تسافر معانا يا كابتن. هشوف والله يا ريت، اتمنى يعني ان شاء الله، بس في الفاينل في مصر ان شاء الله اكون موجود باذن الله ان شاء الله. باذن الله ونفرح ونحتفل باذن الله ان شاء الله. اشكرك يا عبد الله، شكرا جزيلا. عايز اقول لكم برضو على نتائج ماتشات التصفيات. طيب يعني برضو رسائل. الحمد لله على السلامه يا زوما، وشك حلو على المنتخب ان شاء الله، مش هيجيك ضغط ولا سكر، وكالعاده الزحمه احلى وانا بسمعك. رندا، بشكرك رندا، شكرا جزيلا. عايز اقول لكم على تصفيات كاس العالم برضو على مستوى القارات كلها، عشان برضو الناس اللي مش تابعه تتابع معانا. كان يوم طبعا بدايه التصفيات كان يوم 6 اكتوبر، ايطاليا اتعادلت مع اسبانيا، ليكشتاين مع البانيا، البانيا كسبت 2-0، مقدونيا خسرت من الكيان السوري 2-1، تركيا واوكرانيا 2-2، ايسلندا وفنلندا 3-2، مولدوفا وصربيا 3-0 لصربيا. طيب عايز برضو خلينا في الحاجات اللي انتوا بتحبوها شويه، يعني تصفيات كاس اسيا، اليابان بتكسب العراق 2-1، كوريا كسبت قطر 3-2، الصين خسرت من سوريا 1-0، اوزبكستان بتخسر من ايران 1-0، الامارات تكسب تايلاند 3-1، والسعوديه بتعادل مع استراليا 2-2. اوروجواي طبعا امريكا الجنوبيه، اكوادور بتكسب تشيلي 3-0، الاوروجواي وبتكسب فنزويلا 3-0، باراجواي على كولومبيا بتخسر من كولومبيا 1-0، والبرازيل بتكسب بوليفيا 5-0. خلينا نطلع لفاصل وارجع اكمل معاكم تصفيات افريقيا، برضو فيها نتائج مهمه جدا، خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني وعلى راديو هيتس ساعة كورة مع حازم. هنتكلم طبعا بالكلام على منتخب مصر والكونغو، ويمكن امبارح كان المفروض الطيارة زي ما قلت لكم توصل، لكن حصلت مشكلة في المطار، واحنا في المطار قعدنا 4 ساعات، لقينا فجأة مفيش بنزين في الطيارة. طبعا دي حاجة ما بتحصلش غير في القاره العظيمه قاره افريقيا، ان مطار الكونغو قال لك ما عندناش بنزين. هو فعلا كان في ازمه بنزين، كنا قدامنا بنزين العربيات، كنت متوقع ان هو عربيات فقط مش بس كمان بنزين طيارات، لكن واضح انها كانت ازمه كبيره، وقعدنا 4 ساعات
وتاخرنا وادونا بنزين يودينا لبلد تانية. نزلنا تشاد، قعدنا في تشاد ساعه مولنا ووصلنا الساعه 11:30. ده يمكن حصل تاخير، بعد التاخير يمكن ده اترتب عليه ان في لعيبه كانت مسافره. المحمدي كان عنده طياره الساعه 9 الصبح لغاها، المهندس هاني كان عنده، بنسانا وريا كان عنده رايح زيورخ، عنده اجتماع الاتحاد الدولي اتاجل برضه، هيسافر بكره. في لعيبه اجلت سفرها شويه يوم او بعد الموضوع النهارده. طبعا عايز اقول لكم برضه، معلش اكمل معاكم التصفيات. غانا ومع اوغندا كان يوم 7 اكتوبر تعادلوا 0-0. طبعا ده بالنسبه لنا كان مهم جدا جدا جدا. بالنسبه لافريقيا، الجابون مع المغرب 0-0 في الجابون، نتيجه كويسه جدا للمغرب. جمهوريه الكونغو طبعا الجمهوريه الثانيه بقى اللي هي كينشاسا كسبت ليبيا 4-0. ساحل العاج بتكسب مالي 3-1. بوركينا فاسو مع جنوب افريقيا 1-1. السنغال بتكسب كاب فيردي 2-0. وبس كده. ده يمكن في افريقيا. امبارح كان زامبيا 1-2 على نيجيريا بتكسب 2-1. الكونغو بتخسر من مصر 2-1. وتونس كسبت غينيا 2-0. والجزائر والكاميرون في الجزائر 1-1. خلينا نروح لواحد هو الرمز يعني، وهو اللي دايما كاس العالم بيرتبط بيه بشكل كبير جدا، واللي بقى مش عارف هنوصل ولا لا عشان نشوف الموضوع ده هيخلص ولا لا. ولكن طبعا هو واحد لعب افريقيا، جاب جون، الوحيد اللي جاب جون في اولمبياد، والوحيد اللي جاب جون في كاس عالم، والوحيد اللي راح افريقيا برضو مع الانجازات دي كلها، واللي يفتح اتحاد الكوره حاليا. كابتننا الكبير البلدوزر مجدي عبد الغني. مساء الخير يا كابتن مجدي. يا حزوم منور. ازيك يا كابتن مجدي؟ والله حبيبي وحشني جدا والله، يعني لا ينقصنا الا رؤياك. حبيبي ربنا يخليك، وجاي من الدار للنار، لكن معلش هي دي ضريبه بقى حبيبي يا كابتن مجدي النجوميه. وطبعا انا سامع كنت عمال بتتكلم. حازم انا اعتقد ان انت حضرت معانا افريقيا لما كنا بننام في المطارات. انا قلت لهم يعني ده احنا جمهور كينيا، ده انا حافظ بلاطه الارض هناك. ده بقى هنا دلوقتي. انتوا ايامكم كانت كينيا هي الترانزيت. ايوه صح. ايامنا احنا كانت نيجيريا هي الترانزيت، ننزل مطار ليجوس ونبتدي نتحرك نروح على اي دوله في كاننا رايحين. كان دايما لما نيجي نتكلم على ليجوس يقول لك رايحين محطه سكه حديد مصر اللي هي السنتر بتاعت افريقيا. لا طبعا يعني الدنيا اتصلحت يا كابتن. ده اللي اوتيل عالمي، اوتيل كده قاعد في فرنسا او في مصر عادي جدا، مفيش اي فرق، اكل كويس، اوتيل حلو. بصراحه كان ايهاب عامل شغل كويس جدا طبعا. قبل هيطه مدير الفريق كان مظبط كل الامور بشكل كبير يا كابتن. لا الدنيا كانت بس يعني عايز اقول لك حاجه، الارقام غاليه جدا أوي. يعني النهارده الفرد ممكن يقعد ب 300 يورو في الليله. صح. صح. يعني الرقم ان عشان تقعد في فندق محترم زي اللي انتوا قعدتوا فيه تكلفه عاليه جدا جدا جدا، وخاصه في الكونغو. اغلى دولتين في افريقيا الكونغو كينشاسا وكونغو برازافيل. يعني احنا كان عندنا بالظبط حصل بينهم نهر النيل. صح. نهر النيل النهر ده على اليمين وده على الشمال. سلام عليك. طبعا سلام عليك يا بلدوزر، حافظ افريقيا كلها. انا لسه خد بالك يا حازم، انا لسه راجع من الكونغو. ما دخلتهاش لما حصلت حصلت المشكله دي. صح. ليه بقى في مشاكل معاك في الكونغو ولا ايه؟ لا خالص، انا معايا لعيبه ولا حاجه عادي جدا. لا معايا تأشيرة عادي جدا وكل حاجه، والراجل شكله ما عجبتوش يظهر في المطار. وبعدين دخلت لقيتهم بيقلبوا واحد اجنبي جوه، فطبعا يعني المهم القصه ما كانتش قصه يعني بلاش دعوه بالصح والغلط، موضوع مزاجي يعني. طب كابتن مصر قول لي، شفت الماتش ازاي؟ يعني انت طبعا اكيد اتفرجت على المباراه. لا انت طبعا عايز اقول ان انتوا اكيد وجودكم كان له دور في دفعه معنويه للعيبه، لان احنا اول مره نتاخر بهدف في ملعب الخصم ونقدر ان احنا نرجع ونكسب كمان. صح. ده طبعا ده اكيد كان له وجودك كنجم كبير برضه حازم، وانت لعيب كرة محترم وكنت ليك صولات وجولات اكيد مع اللعيبه واتكلمت معاهم. ده شيء يعني انا من وجهه نظري يفرق كتير مع معنويات اللعيبه. دي حاجه. وجود طبعا مهندس هاني كرئيس اتحاد موجود معاهم شيء برضه مهم جدا. انتوا اديتوا احساس ان فيه اهتمام بالمباراه دي لانها البدايه، واول مره البدايه بتاعتنا في كاس العالم
بتبقى بدايه ايجابيه وبوزيتيف، يعني بتاخد نتيجه ايجابيه، بتكسب او كان التعادل كان يرضينا برضه، لكن المكسب طبعا ما فيش شك انه ادانا دفعه لقدام. انا شايف المباراه الراجل لعب بخطه متوازنه. انا بحب جدا ان انا ابقى حذر في البدايه، اشوف اللي قدامي قصته ايه وابتدي بعد كده اتحرك على ضوء الكلام ده، والراجل عمل كده في الحقيقه. لكن الآفة عندنا هي الكرات العرضيه اللي مش قادرين ان احنا يعني نظبط نفسنا فيها، ودي مش مشكلته، دي مشكله الدوري الممتاز كله في مصر. الكرات العرضيه بتشكل خطوره وبتجيب اهداف كتيره في الفرق. كان متحفظ جدا في تقدم عبد الشافي وعمر جابر، وده شيء مطلوب. لما دخل فينا الجون بداوا يفتحوا شويه، وبدا عبد الشافي يتقدم بدليل الرفعه اللي عملها والهدف اللي جه من عبد الشافي. عمر برضو بدا يتجرأ شويه. لما كسبنا بدا الراجل يتحفظ، طبعا كان متحفظ مع النني وطارق حامد بصوره كبيره جدا. عندهم تعليمات ما يتقدموش، يعني واضح ان في تعليمات انهم ما يتقدموش، لانهم كانوا دائما في حضن المدافعين على اساس يعملوا كثافه دفاعيه، ودايما كنا بندافع ب6 لعيبه او 7 لعيبه في بعض الاحيان، وده كان شيء مطلوب. ساعدنا برضو ان احنا كفريق افضل كتير من الكونغو. يعني احنا كمستوى فني افضل كتير من الكونغو البرازافيل. الحمد لله ان هي اللي جت في مجموعتنا مش كونغو كينشاسا، لان هناك عندهم الكره متقدمه شويه في زئير اللي هي كونغو كينشاسا دلوقتي. الكونغو برازافيل دائما وابدا احنا حظنا عالي عليها وفرقتها اقل مستوى، فده برضو ساعدنا اكثر في اننا نسيطر على المباراه. خد بالك احنا فرصتنا كبيره جدا يا حازم بفضل الله، والمباراه اللي جايه تعتبر بنسبه 70% رحنا كاس العالم. لو احنا قدرنا ان احنا نفوز على غانا وناخد ال6 نقاط، ونقدر بعد كده يعني هنتباوى اول مجموعه. غانا هتبقى تحتك بنقطه واحده، وانت 6 نقاط، هيبقى تحتك ب5 نقط بقى يا كابتن. ما تبقى تحتك عندها نقطه واحده يعني. اوكي. عندها نقطه واحده من الجروب بتاعها يعني. سوري انا فهمت عندها. لا هتنزل. ايوه صح، تبقى موجود عندها نقطه واحده لو انت ربنا كرمنا باذن الله. غانا مش هي دي غانا بتاعت 6 ان شاء الله بتاعت كوماسي. انما لازم نبقى حذرين. غانا معانا بتبقى مستوى تاني طبعا. يعني غانا معانا في الاداء بتبقى مستوى تاني، لان احنا بنلعب كوره وهم بيحبوا يلعبوا كوره، فبيبقى مستواهم مرتفع لحد ما. مش هتبقى غانا اللي شفناها مع اوغندا. وبرضه لازم نحترم اوغندا، لان اوغندا فريق ظهر انه فريق كويس تكتيكيا افضل، صح. اتعلموا كوره، بقوا خرجوا من العشوائيه الى الاداء. ما بقاش في حد يا كابتن عشوائي قوي زي زمان كده، الدنيا اختلفت خلاص يعني. بالظبط. وكان دائما نقول ان خط ظهر افريقيا اسهل خطوط، وفعلا كنا بنكسبهم من خلال خط ظهرهم. للاسف الشديد احنا بقى عندنا مشكله في الحته دي، صح. قلب خط الظهر بتاعنا في مشكله بقاله فتره. محتاجين ان احنا في الدوري على الاقل محتاجين ان احنا يعني نداوي الموضوع ده. لكن النتيجه كانت هي الاهم قبل الاداء. طبعا الاداء عايز اقول انه مش بنسبه 100%، ولكن احنا اضعنا فوز تاريخي على الكونغو في الكونغو. مين من وجهه نظرك احسن لعيب في الماتش يا كابتن؟ بص، كل اللعيبه ادت اللي عليها بشكل كبير، لكن في ناس لو اتكلمنا على انا عجبني لو اتكلمنا من خط الظهر الاثنين اللي في القلب اسلام كانوا ممتازين جدا معانا. اسلام وعلي. لكن الخطا الوحيد هو الهدف اللي جه. عجبني عمر جابر، وطول عمره بيعجبني عمر جابر في الحقيقه، في اداؤه متزن ولعيب في اسوأ حالاته ما بينزلش عن 60% 70% على فكره يعني. صح. عبد الشافي نفس القصه، عمل كوره حاجه يعني جميله. عبد الشافي، وانا عبد الشافي من وهو في المنتخب الاولمبي وانا معجب بادائه ومعجب بيه جدا جدا يعني. في وسط الملعب اثنين كانوا رمانة ميزان، النني وطارق حامد. طارق حامد عمل ماتش عمره
عالمي كالعاده عالمي، وبيعمل اسيست وبيعمل ثروهات. لا طارق حامد 100 تطور كتير جدا. وخد بالك صفات جمعيه اللاعبين المحترفين هي اللي اكتشفت طارق حامد من سموحه لما اختارته كافضل من افضل 11 لعيبه في مصر. بس يا كابتن انا بحب اللعيب كمان اللي بيتطور. يعني طارق كان من اللعيبه اللي بتقطع الكوره كتير، هو بيطور اداؤه، بيلعب لقدام وبيستلم وبيعمل ثروهات ولونج باس، عامل اسيست، هو اللي عامل الجول الثاني بالظبط كده بالظبط كده. وعمل الاجوان ضاعت، يعني في جوان ضاعت في عمل واحده لصلاح الشوط الاول برضه نفس اللونج باس ده. برافو عليك. النني بقى اللي هو نسبة الميس باص عنده تقريبا نص في المية. الكرة لازم تطلع من رجله سليمة، يعني النني ما ينفعش يباصي غلط. النني عشان كده شايف كابتن مصر، شايف مصر يعني ممكن توصل كاس عالم من روسيا؟ ان شاء الله باذن الله. بعد مباراه يعني هكون اول واحد جبت جون في كاس، اخر واحد جبت جون كاس العالم، وهكون اول واحد عضو مجلس اداره في كاس العالم كمان. دي ان شاء الله دي حاجه ان شاء الله باذن الله. وخد بالك انا حاسس ان انت وشك حلو حبيبي، وانا باذن كلنا الله ان شاء الله حلو ان شاء الله باذن الله، ومتفائلين وشايفين الدنيا. يعني عندنا تيم يا حازم يقدر ان شاء الله ان شاء الله. يعني عندنا تيم، وبعدين الظروف مساعدانا، المجموعه معقوله. مش مجموعه كاميرون والجزائر ونيجيريا، لا ده مجموعه معقوله نقدر من خلالها ان باذن الله كده بشيء من الهدوء. وبعدين عايز اقول برضو السبورت اللي عملناه كمجلس اداره صح. لما جينا بالرغم من الكلام اللي يقول لك مشوا هيكتور كوبر والقصه دي، احنا عمرنا ما ناقشنا ان احنا نمشي هيكتور كوبر في اي اجتماع من اجتماعاتنا بالرغم من الكلام اللي طلع. صح. ولا حد جه في دماغه الكلام ده خالص يعني خالص، ولا اتكلمنا اصلا عن المنتخب غير اننا نساعده ونعضده وانه يبقى بجنبه. وده يمكن يا كابتن ده اقدر اختم بيه النهارده الحلقه. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان كلنا نوفر على المنتخب، ان كان اتحاد كوره او نقد فني او اعلامي. كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، كابتن مصر بشكرك شكرا جزيلا. كابتن مجدي معلش وقت حلقتي خلص، اشوفك بقى بكره ان شاء الله يا كابتن مصر. حبيبي يا كابتن، باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مجدي عبد الغني، نجم مصر ونادي الاهلي وعضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المستمعين، وان شاء الله نتقابل مع بعض يوم الخميس القادم ساعه كوره مع الثعلب.